اسف بقى. تعالى يا سياد، تعالى في حاجه عشان نكتب الكلام. فالنهارده دي رساله لكل اب، اتقي الله في ولادك وبص على ولادك بالديناميت والقرف والزفت اللي اخترعوه جد لينا دلوقتي بيدمر شبابنا وعيالنا، واي واحد معاه ديناميت انا هقف له بس بالحسنى المره دي، المره الجايه انا هصوره وهنبعت الصوره لاهل الامر هم اللي يتصرفوا معانا. وخلصنا من الديناميت وخلصنا من السير كمان، يطلع لنا اسمه الكتريك ده. ابص النهارده ايه ده بقى؟ ده ينفع يا جماعه؟ الاقي الشباب ماشيين بيهزروا مع بعض، ده هنعمل اللي كده واعمل اللي كده، ده ينفع؟ ما تدوس ربنا، ده حرام، ده حرام، ده حرام اهو. انا خدته المره دي بس هرجعه لصاحبه، هسترجله واستجدعه وهديهوله لان عارف ان هو راجل وهو هيديه لصاحبه. ده شر حبيبي، خد اتفضل. ده اذى، ده شر، ده موت. امانه عليك، انت راجل جدع محترم، رجعه لصاحبه وبالله عليك مش عايزين الكلام ده تاني، اتفقنا؟ المره دي بنتكلم بالحسنى ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وانتم ولادنا، انتم ولادنا، مش عايزين نخسركم يا حبايبي، خلاص؟ يلا تعالى يا شباب، تعالى يا شباب، تعالى يا شباب، تعالى اسمك ايه يا شباب؟ ما تخافش يا ابني، اسمك ايه؟ شاطر ياسين. ياسين ده راجل بقى، عارف ليه راجل ليه؟ بص عليك شاطر كده. ياسين ده راجل، ليه راجل بقى؟ لان هو عمل غلط ولما قلت له ده غلط ارتجع عن اللي بيعمله. النهارده السلك ده يودي في داهيه، الديناميت دي تودي في داهيه. خلي بالك انت كل ديناميته بتضربها في الارض بتدفن بالناس. النبي عليه الصلاه قال كده، قال من روع مسلما روعه الله. انت دلوقتي النهارده بتخوف الناس. النهارده اللي ماشي بالالكتريك، النهارده اللي ماشي بسلك وماشي بديناميت، ده حرام ده محترم. يا جماعه اقول لكم حاجه، الرجاله دي محترمه، الرجاله دي برضه وقفوا معايا ومنعوا كتير. قول لي يا شباب عملت ايه يا ست؟ ما منعتش الشباب عن الديناميت وعن الالكتريك والحاجات الغلط دي، ما ينفعش. برافو عليك، وانتوا رجاله يا شباب، ما حدش يعمل كده تاني، اتفقنا؟ الالكتريك ده برضه ده مصيبه، والراجل ده محترم وده محترم. الراجل ده عشان يقدر ان هو ياخده من الشاب دوت وان هو يكفي فيه يرجعه لاصحابه تاني. ده كشاف وده اللي باقي ده خد ده انت عارف حبيبي؟ ده الالكتريك ده بيعور؟ يعني الالكتريك ده حطه ايه ده؟ وبيعور؟ يا شباب ما ينفعش، كل سنه وانتم طيبين، مش هو ده رمضان. تعالى تعالى مش هو ده رمضان يا شباب. رمضان بالنسبه لنا يعني ايه رمضان بالنسبه لنا؟ استنى رمضان بالنسبه لنا هو ايه؟ هو صيام وصلاه ونفرح ونهزر ونضحك وناكل ونشرب، وبالنسبه لنا نعبد ربنا بجد وما نخوفش حد مننا بجد. يا جماعه اللي احنا عملناه ده كان اكبر حرام وغلط، اتفقنا؟ لا سلك تاني ولا ديناميت. وخلي بالكم انتوا بتضيعوا مستقبلكم، غير ان هو حرام انتوا بتضيعوا مستقبلكم. لو واحد النهارده اتعور بالديناميته ديت اهلك اللي هيروحوا فيها، ما النهارده هيعملوها الصغار وهيقعوا فيها الكبار. النهارده انا عايز اقول لكل راجل عنده ابن، اتقي الله في ابنك، راقبه، شوف الفلوس اللي بتديها له ديت. الديناميت اللي هتيجي في ابني النهارده معلش انا مش هتحمل. النهارده لما ابني يتوجع بديناميت انا مش هتحمل، وساعتها انا وانت اللي هنكون في النص والعيال بعد كده قوي مع بعض. بقى صلاح تعال حبيبي محترم، تعال يا ولد. كل راجل محترم بينده عليه، تعالى يا صلاح. الراجل ده برضه وقف معانا محترم، حبيبي يا صلاح الله يبارك لك. صلاح انت برضه وقفت معانا امبارح ومنعت مشكله كبيره جدا من شباب كانوا بيعملوا ديناميت برضه. يا جماعه كل شاب النهارده احنا بندعوه النهارده انه يساعدنا انه يمنع الديناميت والشر ده عن اطفالنا واولادنا وبيوتنا، لان ده شر هيجلب شر والله العظيم. كل ديناميته بتترمي ما حد هيقبلها على لا زوجته ولا بنته ولا امه ولا اخته ولا حتى اولاده، ما حدش هيقبلها. بالله عليكم من النهارده اي حد بيولع ديناميت او صواريخ وقفوا له بالمعروف ووجهوا رساله لاهله، عشان ده ما ينفعش يا عم صلاح. النهارده صلاح ماشيين بالديناميت، قول يا عم الشيخ، ولعوا في البنت يا عيني والبنت وقعت على الارض. حد يقبلها على ابوه، حد يقبلها على اخوه، حد يقبلها على اخته، حد يقبلها؟ ما حدش يقبل الكلام ده يا شباب. تعالوا بقى يا شباب ناخد صوره حلوه ونوري الناس ان احنا محترمين. تعالى يا احمد، تعالى يا سياد، تعالى يا سياد، يلا يا شباب تعالى، تعالى يا شباب، تعالى